فمرة قريت بحث عن سفينة تايتانيك، عارفينها؟ سفينة تايتانيك مهندس رئيس مجلس إدارة المصنع اللي عمل تايتانيك شخص عقلاني جدا من أوروبا، وعمل السفينة بمواصفات وقياسات عالمية تحدى بها العالم كله. وفعلا اللي منكم يدرس سفينة تايتانيك في الوقت ده ما كانش فيه الحاجات المبهرة اللي عملوها في الغرب. ناس دماغها شغالة 24 ساعة، يعني مش نايمين. بعد ما خلص السفينة ونزلت على البحر وانبسطوا وعملوا احتفال في العالم كله، كتب جملتين تحت بعض. كتب كتاب كبير كده عن طريقة التصنيع بتاعة تايتانيك وانبهاروا بيها هو والمهندسين اللي معاه. فكتب جملتين تحت بعض. أول جملة كتبها قال: السفينة التي لا تغرق. ايه رأيكم؟ ماشي، نعديها، عدوها مش مشكلة. واحد مبسوط هيفوق فيما بعد، يعني كبرياءه ده هيتكسر فيها، مش مشكلة. مشكلة بقى في الجملة الثانية: ولا الله يقدر على غرقها. واو ليه بس؟ ليه يا ولدي؟ يعني الأولانية كلنا بنقع فيها، كلنا، مش كده؟ كلنا نفتخر بعمل ايدينا وبتفكيرنا وطريقة تفكيرنا، بس اللي دخل ربنا في الموضوع اول ما قال ولا الله يقدر على غرقها. اوعوا تفتكروا ربنا غرق السفينة. اخطيت يعني، يبقى عبيط اللي فاكر ربنا غرق السفينة. ربنا مش عيل صغير هيعمل عقله بعقل حتة واحد من البشر، ده ربنا بيدير كون. بس اول ما قال ولا الله يقدر على غرقها، تخيلت ربنا بيعمل حركة قصادي: خلاص يا ولدي أنا آسف. وراح رفع الحماية عن السفينة. وريني يا حلو هتتعامل مع الطبيعة ازاي. بس وريني هتتعامل مع الطبيعة ازاي. وريني هتتعامل مع أمواج البحر وهياج البحر بالطريقة دي ازاي. وانت رايح تقول ولا الله يقدر على غرقها، بعد 4 أيام السفينة تتعامل بمفردها مع الطبيعة. خدوا بالكم، العالم اللي حوالينا الروحي والطبيعة اللي حوالينا ماشية بكلمته، ماشية بإشارة منه. لازم تعرف كده، لازم تعرفي كده. أبويا ده اللي بيدير الكون، بيدير الكون كله بإشارة. فكون إنه يقول للجبال وانت ماشي بالعربية في الطريق الصحراوي مكانك ما تتحركيش، خلصت. لكن لما تتعامل مع الطبيعة انت مش قد الطبيعة، أكبر منك بمراحل. ايه ده؟ ده كبير قوي. ده أبوك وأبويا كبير قوي، كبير قوي. لما يدير الكون كله مش هيعرف يدير الخدمة بتاعتك، مش هيعرف يدير المشكلة بتاعتك البسيطة التافهة هاتي كده، تسيبه يديرها. نوح بعد ما عمل الفلك قال له يا رب خلصت. حاضر يا نوح، انا عارف ان في غلطات في الفلك وممكن تضيعك، بس انا هعمل ايه؟ ويقول الكتاب اغلق الرب على نوح. خلصت خلاص. يونان: رب انا هرمي نفسي في البحر، هيرموني، هروح فين؟ واعد الرب حوتا. ما ينفعش اقول حوت ماشي بالصدفه جنب سفينه يونان كلو، مفيش الكلام ده. اصل يونان عايز 3 حاجات: عايز اكل وعايز شرب وعايز تنفس. ربنا عمل له اوبن بوفيه وجاب له ميه فلتر، جاب له كمان مزاجا حسن الهواء. بس مزاجا حسنا يعني ايه مزاجا؟ يعني مزيج. الهواء اللي انت بتتنفسه اكسجين ونيتروجين وهيدروجين وثاني اكسيد كربون واول اكسيد كربون بنسب ربنا عارفها كويس، واخد باله منها كويس خالص. عملوا النسب دي جوه الحوت. هعيشك 3 ايام في فندق متحرك جوه الميه. عد الرب حوتا. ده ابويا، ده منظر ابويا. فلما يسمح بكسرتي
هيعرف يدير الدفة بدماغه هو، مش بدماغي أنا. عشان كده لما تيجي في الخدمة تتكسر، لما تيجي في البيت تتكسر، لما تيجي في علاقاتك تتكسري، قولي له وصلت، واضح ان الحاجات دي كانت هتعطلني عنك، بس اهم حاجة انت اللي تكون رئيس مجلس الإدارة.